الورد والياسمين على أجمل متابعين في الدنيا. النهاردة إن شاء الله امتداد للفيديوهات اللي احنا بنحاول فيها نعمل أصناف نقتصد فيها ونلم الدنيا. لأن الدنيا غالية جدا، فعايزين نعمل حاجات ما تبقاش مكلفة قوي، وفي نفس الوقت أطباق شهية تجذب الناس كلها في الأسرة سواء الكبار أو الصغيرين. بس في الأول أنا نجلة حمادة. لو أول مرة بتشوفيني أرجو إن انتي تعملي لي سبسكرايب وفولو وتفعلي الجرس على اليوتيوب عشان توصلك وصفاتي اول باول ان شاء الله، ولايك طبعا وكومنتات بقى عشان اعرف ان انتم متفاعلين معايا. تمام. النهارده هعمل ايه؟ هعمل صنف يعني احنا يعني يمكن يبقى غريب ان هو يبقى طبق رئيسي ان احنا نتغدى بيه، لكن تمام هيبقى جميل معانا جدا، وباذن الله يطلع حاجه مبهره كمان للناس اللي هتاكله. وان شاء الله يحوز اعجابكم. هعمل فريك بالكبد والقوانص. تمام. هبتدي الاول. طبعا انا الفريك بيحتاج انه يتغسل كويس جدا، انا غسلته كويس قوي قوي ونقعته لمده ساعتين عشان يستوي بسهوله معايا. والكبد والقوانص زي ما احنا شايفين كميات مش كبيره. تمام. حسب برضو الايه العدد الافراد اللي هياكلوا باذن الله. وهنبتدي على طول. هنعمل ايه؟ هنزل بالزيت في الطاستين. على فكرة انا ممكن اجمعهم في حلة واحدة واسويهم على بعض، بس هي كده بتبقى ألذ. هخلي طاسة للكبد والقوانص وطاسة للفريك. تمام. حطيت شوية زيت، وعشان الأكلة تبقى طعمة معايا هنزل بحتة زبدة هنا وبحتة زبدة هنا عشان أطعم الطبق بتاعي والأكلة بتاعتي النهاردة. تمام. بعد ما الزبدة اللي احنا حطيناها بدأت تدوب، انا فرمت بصلة كبيرة هقسمها بين الطبقين. تمام. هنزل بالجزء الاكبر شوية للكبد والقوانص والجزء الاصغر للفريك. تمام. وكالعادة هنزل على البصل بشوية ملح بصاد عشان يخلي البصلة تدبل معايا. هنزل بشوية ملح هنا وشوية ملح هنا، واستنى لما البصلة بتاعتي تدبل. دلوقتي بعد البصلة بتاعتي ما دبلت وبدأت تلون على بسيط كده، هنزل بالفريك بتاعي اللي انا غسلته ونقعته بقى زي الفل دلوقتي، وهقلبه. على فكرة الحشوة اللي انا بعملها دي هي الحشوة زي ما قلت اللي احنا بنحطها في الفراخ في الحمام. تمام. بس انا النهارده بعملها طبق رئيسي كفكرة جديدة. برضو احنا برضو بنحتار في المنيو بتاع الاكل في البيت نعمل ايه النهارده، فدي فكرة من الافكار ان احنا نعتمدها كاكلة. بعد ما نزلت بالفريك على البصلة قلبته كويس مع البصلة، ودلوقتي هنزل بالقوانص. هنزل بالقوانص الاول على البصلة التانية برضو اللي بدأت تحمر معايا، بالقوانص والقلوب، لان القوانص والقلوب بتاخد وقت اطول في السوا، عشان كده نزلت بيهم في الاول. تمام. هقلبه تقليبه بسيطه كده برضو القوانص والقلوب مع البصله. تمام. وهبدا احط على الاتنين الملح والبهارات. هحط ملح هنا وملح هنا للفريك، شويه ملح يعني بصوا اتعاملوا مع الفريك كانه رز، بياخد تقريبا كميه الملح نفس كميه الملح اللي بياخدها الرز. تمام. وهنزل برضو بكميه ملح على القوانص والقلوب. تمام. وشويه فلفل اسود هنا، شويه فلفل اسود محترمين ولسه هحط تاني، وشويه فلفل اسود هنا برضو على الفريك حبه برضو كويسين. تمام. ودي 7 بهارات هنزل بيهم. الفريك مش محتاج اكتر من ملح وفلفل اسود، عايزين تحطوا 7 بهارات. تمام. هحط ايه تاني للقوانص؟ هحط شويه قرفه، والقرفه دي بتفرق قوي في طعم الحاجات دي الكبد والقوانص. وهنزل بشويه جوز الطيب. جوز الطيب بشوره فريش معايا. تمام. جوز الطيب والقرفه بيعملوا ميكسنج وطعم حلو جدا للقوانص والقلوب والكبده. تمام. بس كده. انا دلوقتي هسيب الحاجه بتاعتي دي، القوانص لازم تستوي الاول مع نفسها قبل ما انزل بالكبده عليها، فهسيبها على النار تتشوح مده حلوه يعني حوالي مثلا تلت ساعه ونص ساعه، والفريك كذلك. تمام. بعد بس الفريك ما يتشوح كويس طبعا لازم بقى اغير المعلقه. دلوقتي هقلب الفريك بتاعي بمعلقه كده عشان الملح والفلفل الاسود اللي احنا حطيناه يتجانس مع بعض ويتاخد كل الاطعمه. تمام. وبعد ما احس ان الفريك بتاعي سخن
وكله خد شوط من النار او اتشوح. تمام، شايفين يعني لازم اطمن ان هو تمام، كله اتشوح كويس جدا، كل حبايه اتشوحت معايا، كلها طالها النار. وتوزع الملح والفلفل الاسود. دلوقتي بعد الفريك ما تشوح هنزل بالميه بتاعتي، حبه صغيرين مش كتير، لان انا هسويه نص سوا مش سوا كامل، بحيث ان انا اغطيه بس بالميه. وكذلك القوانص، انتوا لو تلاحظوا لما بنزل بميه على اي حاجه على النار بتتشوح بنزل من الجناب، ما باجيش كده من النص واروح مزوده. تمام، لما احط الميه بقى بتاعتي اروح معليه عشان بس تقوم لي الميه الجديده البارده اللي انا حطيتها. تمام، واخلي الميه تغطي كل حاجه فيهم، وابتدي اغطي اطباقي واسيبهم بقى يستووا كده شويه، وبعد كده نرجع لهم نشوف هنكمل وصفتنا النهارده ازاي. ودلوقتي رجعنا، شايفين القوانص والقلوب دبلت ازاي وبدأت تدخل في نص سوا كده. فدلوقتي هعمل ايه، هنزل بالكبدة اللي نضفناها برضو كويس جدا وصفيناها. تمام، نقعناها في الخل مدة، وهقلبها بالمعلقة الخشب. تمام، وابدأ انزل على الكبدة نفسها برضو بملح عشان هي نفسها تتبل. احنا قبل كده تبلنا القوانص، فاحنا كل ما بنحط حاجة لازم نتبلها عشان كل حاجة تبقى طعمها حلو. وبشوية فلفل اسود برضو كويسين كده، مهم اوي الفلفل الاسود في الحاجات دي. وشوية سبع بهارات. تمام، وشوية قرفة ناعمة، القرفة ضرورية في الحاجات دي. واخيرا شوية جوز الطيب الفريش اللي هنزل بيهم. تمام، بس كده وهقلب، وهي لسه في شوية مية اصلا، فهقلب، هي خلاص بدأت تغلي اهي. فهقلب تاني، ادخلهم كده مع بعض عشان كله ياخد يبدأ يستوي، وهغطيهم واسيبهم شوية لغاية ما استوى. والفريك على فكرة برضو شرب ميته وبدأ، شايفين المنظر، بدأ يدخل في السوا. تمام، واضح معانا. ف ممكن اطفي على الفريك دلوقتي واسيب الكبد والقوانص لان بياخد وقت اطول، ونرجع لهم نشوف هنعمل ايه كمان شويه ونكمل وصفتنا. ودلوقتي بعد الحاجة بتاعتنا القوانص والكبد بعد ما استوت اكتر من نص السوا وزيادة كمان، هنزل جبت حلة بقى تيفال كأني هسوي رز عشان اجمعهم عشان ياخدوا الطعم من بعض. انا ممكن اقدمهم على فكرة كده يعني كل حاجة لوحدها، بس الخطوة اللي انا هعملها دي برضو مهمة عشان تديني طعم حلو. تمام، انا نزلت بحتة زبدة بسيطة جدا. بعد الزبدة بتاعتي ما دابت، هبتدي انزل الاول بالكبد والقوانص الاول، ولو نزلت برضو بالفريك مفيش مشكله مش هتفرق، بس انا هنزل بدول الاول. تمام، واعلي النار في الاول عشان اول ما يتقابلوا يبقوا الاتنين سخنين جدا، لان انا بنقل من مكان لمكان فاكيد هيبردوا شويه. تمام، والفريك على فكرة انا حطيت له برضو صفيحة رز لما سبته على النار، انزل بيه برضو شبه استوى الفريك، وبرضو الكبد والقوانص شبه استووا. انا بس بجمعهم مع بعض عشان يبدأوا ياخدوا الطعم من بعض. تمام، وبعد ما نزلت بالفريك بقلبهم كويس مع بعض هما الاتنين. تمام، اديهم تقليبة حلوة كده بحيث يمتزجوا كويس جدا مع بعض. تمام، وزي ما هما كده مش هزود ميه ولا حاجه. خلاص انا هعمل ايه، هغطيهم. تمام، هحط للحله صفيحه رز كاني بسوي رز بالظبط على نار هاديه، ونستنى الاكله بتاعتنا والطبق بتاعنا لما يستوي هيكون طعمه ازاي. وبكده بقى معانا بقى طبق غني جدا ريتش بفيتامينات كتير. عايزه اقول لكم الفريك نفسه فيه حديد وفيه ايتمز الجسم محتاجها، ومعايا في نفس الوقت بروتين بسعر مش عالي، الكبد والقوانص. بقى معانا طبق جميل جدا حبيت اقدمه ببساطة لان هي وصفة بسيطة. ممكن نحط عليها مثلا شوية زبيب، جنبها شوية مخلل بلدي مشكل، اي حاجة نروج بيها الطبق. وبالهنا والشفا، والى اللقاء في وصفة تانية قريب ان شاء الله.